السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. النهاردة ان شاء الله الفيديو رقم 3 عن موديلات ازاي تحسب اي سعر مرتبة لموديلات شركة يانسن كلها. ان شاء الله هنحسبها لحضراتكم. الفيديو رقم 3 النهاردة عن موديل سويت دريمز او احلام سعيدة. المرتبة الحقيقة مواصفاتها على السريع: ارتفاع المرتبة 24 سنتي زي موديل اكسترا جولد بالظبط، لكن هنا ما يميزها ان هي موسميه او ناحيه صيفي وناحيه شتوي. جهه 3 سم سفنج، كثافه 28، ده عشان تستخدم في الشتاء طبعا عشان تقدم دفء، وفي الصيف طبقه قطن، وجه قطن ووجه سفنج. ده طبعا عشان تبقى موسميه تقدر تبدل بين اتجاهات المرتبه. المرتبه طبعا تعمل على الوجهين، سوست متصله ومناسبه جدا لمقاسات الاطفال والمقاسات الفرديه او اللي بينام عليها شخص واحد، لكن طبعا مرتبه مميزه جدا تقدر تاخدها كمان للمقاسات الكبيره. طيب، ازاي هتحسب طريقه المتر مربع بسهوله جدا لاي من المقاسات زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات ماضيه؟ طريقه سهله جدا انك تحسب اي مقاس ايا كان سواء خاص او عادي بطريقه سهله جدا، انك بتجيب حاصل ضرب العرض في الطول في سعر المتر مربع العادي للمقاسات العاديه والخاص للمقاسات الخاصه، بيدينا بسهوله جدا سعر المرتبه النهائي التقريبي. ممكن يزيد 10 جنيه الا 10 جنيه، لكن هيطلع تقريبا السعر مظبوط. طيب، ما هي المقاسات العاديه عندنا اللي بنحسبها على سعر المتر مربع العادي اللي هو بدون اي زياده؟ اللي طبعا بتبقى طول في عرض. او عروض المرتبه العاديه المتعارف عليها بيبدا من 90 سم، متر، 120، 140، 150، 160، 170، 180 ومترين. دي العروض المتعارف عليها اللي بتتحسب بسعر المتر مربع العادي. في الأطوال المتعارف عليها 190 سم أو 195 أو مترين. في كل الحالات دي مقاسات عادية بتتحسب بسعر المتر مربع، لكن في هنا نقطة لازم تاخد بالك منها، إنك وأنت بتحسب لازم تكتب مترين. لو أنت عندك طول المرتبة 190 هكتب، لما أجي أكتب طول في عرض هكتب الطول مترين. المترين ده ثابت في كل الحالات. لو 190 هكتب مترين، لو 195 هكتب مترين، لو مترين هكتب مترين عشان الناتج يطلع مع حضرتك مظبوط. طيب، ازاي احسب؟ هنتخيل مع بعض ان المرتبه اللي انا عايز احسبها مقاسها 120 سم، وطبعا حضرتك ممكن تستبدل مقاس 120 سم باي من قائمه المقاسات اللي انا لسه كنا بنتكلم عنها دلوقتي براحتك. لكن هنحسب على ان احنا هنفترض ان المرتبه 120 سم. في الفيديو ده وفي الفيديوهات الماضيه والقادمه كل المقاسات العاديه هنحسبها، او هنتخيل ان مقاس المرتبه عندنا 120 سم. فبسهوله جدا هتحسب ازاي تحسب مرتبه مقاس 120 سم لموديل سويت دريمز. هتجيب العرض اللي هو في الحاله دي 120 سم في حالتي انا، لكن طبعا يحق لحضرتك انك تحسب اي مقاس انت بتحبه من المقاسات العاديه. في الحاله دي 120 سم في العرض. في الطول اللي هو مترين هنثبت مترين زي ما اتفقنا. في سعر المتر مربع هنا الايه العادي بدون اي زياده اللي هو في الحاله دي 1350. يطلع لك الناتج النهائي بسهوله جدا 3240. ده مقاس 120 سم بسهوله جدا. ازاي حسبته من غير ما اتصل بحد، من غير ما اسال اي حد؟ بسهوله جدا احسبه. طيب، ده سعر المرتبه النهائي. طب لو انا المرتبه عندي بقى مقاسها مش من المتعارف عليها، مش المقاسات اللي انا قلناها دلوقتي، لا، مقاسها مختلف، مقاسها غريب. النجار او بتاع الموبيليا اللي عامل لي السرير او الراجل اللي انا اشتريت من عنده، جيت اقيس المرتبه لقيت عرض المرتبه مثلا 165 او 175 وما الى ذلك، بقى كل ما شبه العروض دي. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ احسبها ازاي؟ بنفس الطريقه هنعملها بالظبط. كل ما علينا هنعمله ان احنا نعمل حاجتين. زي ما بنعمل هنحط في خانه العرض المقاس اللي حضرتك عايزه او المقاس الغريب زي مثلا 165 او 175 وما الى ذلك. في الطول هنثبت برضو مترين. هنا في سعر المتر مربع هو اللي هيتغير فقط، هنجيب سعر المتر مربع الخاص لموديل سويت دريمز. احنا بنتكلم النهارده عن موديل سويت دريمز، وبالتالي ليها سعر متر مربع خاص اللي هو 1480، وهيديك سعر المرتبه النهائي بسهوله جدا. هنفترض ان انا مقاس عندي المرتبه 165. هحسبها ازاي لموديل سويت دريمز؟ 165 في خانه العرض، الطول مترين ثابت، في سعر المتر مربع هنا الخاص اللي هو هنا 1480، هيدينا سعر المرتبه النهائي بسهوله جدا.
ايا كان بقى المقاسات الخاصه اللي عند حضرتك، سواء 165 او 175، اي رقم مقاس خاص غير المقاسات المتعارف عليها، هحسبها بالطريقه دي بسهوله جدا جدا جدا. لو في طبعا مرتبه فارمه يعني شكلها لافف من جهه معينه، او مرتبه دائره، كل ده طبعا بيتحسب بسعر مختلف تاني. فان شاء الله في اخر الفيديو هنحط لحضراتكم ارقام للتواصل الواتس وصفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك، واتمنى من حضراتكم ان تشجعونا وان احنا نستمر، تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب، على فيديوهات اليوتيوب بتاعتنا، على قناه اليوتيوب، وعلى الفيسبوك ايضا فولو، لان الحقيقه معظم الناس اللي بتشوفنا مش عاملين لنا سبسكرايب. نتمنى ان احنا بنفيد حضراتكم، فاتمنى ان انتم تساعدونا وتدونا طاقه ان شاء الله على الاستمرار. شكرا لحضراتكم، نراكم في الفيديو القادم. السلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب ينسم بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب ينسم دمياط. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.